السلام عليكم متتبعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفو فيه السيدة نبيلة منيب اللي غادا تخرج بواحد التصريح ناري وغتفضح الحكومة وتفضح وهبي والقانون اللي داز في البرلمان ديال العقوبات البديلة و الثراء الغير المشروع. وهذا الشيء كله كان يخططوا ليه لانهم عارفين اشنو كاين. وبعد الفضيحة ديال القضية ديال اسكوبار في الصحراء خرجت نبيلة منيب بواحد تصريح ناري اللي كتشوف فيه بان الناس صحاب الفلوس واللي عندها الفلوس تقدر تخلص الحبس ديالها وتخرج. يعني شي حاجه ما كاينه، يعني اللي عنده الفلوس يخلص ويخرج. شكون اللي كيبقى متضرر هو البسيط، ما هما تيخططوا لهذا الشيء كامل. بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع نبيلة منيب وهي غادي تصنتوا ليها وغادي تشوفوا القوانين اللي دازت. والشعب ملاهي مع الكرة وملاهي مع النعاس والكرة مكاينش في هذا العالم. غنخليكم مع نبيلة منيب ونعاودو نتلاقاو في الأخير. اختلاس اموال، خاص كل هذيك الاموال كلها والممتلكات ديال هذا المفسد انها ترجع للخزينه ديال الدوله. هذه الاولى. ثانيا انها تكون عقوبه موازيه للجرم الذي اقترف. اولا اليوم بالفعل ظهرت واحد العدد ديال الملفات ديال الفساد اللي اصحابها يعني مسؤولين عليها راهم وراء القضبان اليوم في انتظار المحاكمه ديالهم. بالفعل الشعب المغربي كله متبع بواحد الاهتمام كبير لانه الفساد ولا بحال واحد الغول كيتغلغل في كل الدواليب ديال الدوله. مع كل اسف الفساد ماشي غير على مستوى في مجال التجاره او هذا، ولكن وصل حتى المجال السياسي، لان هذو واحد الناس اللي يدخلوا المجال ديال السياسه واللي تبين بانهم يعني جزء من واحد المافيات ديال المخدرات وديال التجاره في البشر، واحد المصائب اللي هي يعني مخجله ولا علاقه لها بالقيم الرفيعه اللي كيرفعها اللي كيحملها الشعب المغربي واللي بين عليها في الزلزال وفي غير الزلزال. ولهذا اللي كينتظروا المغاربه هو انه هذه الحمله هذه تسفر عنها استراتيجيه وطنيه لمحاربه الفساد بكل اشكاله، ونساليو مع هذا الشيء ديال الريع وديال الافلات من العقاب، واننا نبنيو دوله الحق والقانون، واننا نصلحوا نظام العداله ويكون بالفعل نظام ديال العداله اللي هو منصف ويكون نزيه ومستقل. علاش كنقول هذا الشيء؟ لانه شفنا بعض الملفات كانت ديال الفساد كبير تم الحكم على اصحابها بسنه غير نافذه و10000 درهم ديال هذا، والسيد ضرب 17 مليار 18 مليار وحنا كنحكموا عليه ب 10000. اذا بحال اللي فيها هذا الحكم هذا كيشجع على الفساد وعلى تبديد الاموال العموميه. هذا الشيء شفناه رؤساء جماعات وغيرهم. اللي خاص هو انه يعني احنا نطالب بالمحاكمه العادله وكنعترفوا بان خصنا نحترموا قرينه البراءه، ولكن ملي كيثبت بان كاين هناك جريمه كبيره واختلاس اموال، خاص كل هذيك الاموال كلها والممتلكات ديال هذا المفسد انها ترجع للخزينه ديال الدوله. هذه الاولى. ثانيا انها تكون العقوبه موازيه للجرم الذي اقترف، لانه هذه بضعه اسابيع تم التصويت في البرلمان على قانون ديال العقوبات البديله، انه اللي عنده شي فلوس يقدر كاع ما يحط كاع رجليه في الحبس، انه ملي غيتم الحكم عليه يمكن ليه يشري الحريه ديالو يبقى عايش حر ويخلص. وهذا الشيء انا قلت علاش داروا هذا الشهور اللي قبله، هذه بضعه اسابيع يعني بحال شي حاجه استباقيه لهذا الشيء اللي واقع دابا. حنا ما بغيناش نشوفوا هاد المجرمين كيتمتعوا بالعقوبات البديله. بالفعل حنا بغينا محاكمه عادله، ولكن بغينا عقوبات تستجيب باش نردعوا كل مافيا بغات تجي تستقر هنا في المغرب، المتاجره في البشر ولا في المخدرات ولا غيرها ما يجيوش عندنا. ثم الفساد راه مكلف بالنسبه للدوله، وتبديد الاموال مكلف، راه تقريبا 10% من الناتج الداخلي الخام، يعني 120 مليار ديال الدرهم كتمشي كيدوها هاد الناس. هذه راه اموال طائله يمكننا نبنيو بها مشاريع، نهضوا بالمدرسه العموميه، نخلصوا الاساتذه، نزيدوا 5000 درهم في الشهر باش يمكن لينا نشجعوهم باش نهضوا بمدرسنا ونوليو حتى حنا بحال الناس المتقدمين، ما نبقاوش نجيو حنا الاخرين في الصف خاسرين. كما وكيفا حنا بغينا ننجحوا كما وكيفا ونبنيو ذاك المواطن المستقل ديال غدا اللي نجح وينجح معنا المغرب الديمقراطي اللي فيه العداله الاجتماعيه وفيه العداله بمفهوم ديالها الشامل. هادشي واش غادي يرجع الثقه. المغاربه ما نبقاوش كينخدعوا بواحد مسلسل، راه خصك دير فيلم عنده بدايه وعنده نهايه، يعني انك خصك دير استراتيجيه وتاثرها بالقانون باش اللي فرط يكرط. هادشي اللي كاين. خاص اصلاح شامل وشمولي ديال نظام العداله. احنا شفنا المباراه المحامون فيها الخواض، ما يمكنش. راه شفنا بعض القضاة، انا ما كنعموش لانه كاين قضاة اغلبيه نزهاء ومهمين، ولكن كاين بعض القضاة اللي مازالين قضاة ديال التعليمات واللي يحكموا على الشباب ديال الريف وهادشي. ولهذا حنا لا، حنا بغينا نكونوا كلنا متساوون امام القانون، واننا
ننتقلوا الى الموقع ديال المواطنه الكامله كاملين. كل مواطن عنده عليه واجبات وعنده حقوق، ونتقدموا باش نبنيو دوله الحق والقانون، ماشي نبقاو كل مره نطلقوا مسلسل نديروا فيه حلقه واحده ونحبسوه. لا، ماشي هادشي اللي خاص اصلاحات دستوريه لفصل السلطات، خاص اصلاحات سياسيه باش تولي المؤسسات ديال الدوله ذات قيمه، خاص ربط المسؤوليه بالمحاسبه، خاص اصلاح القوانين ديال الانتخابات. ما يطلعش المكلخ، ما يطلعش الشفار، ما يترشحش، ممنوع منعا كليا، ما كاينش هادشي. اللي ما مخلصش ضرائب ما يدوش، نشدوه ما يخلص ضرائب ديالو ما يترشحش. ثم خاص اصلاح قانون الاحزاب، ثم ان الاحزاب خاصها تكون مستقله وعندها برامج. لا، راه ما يمكنش حنا ولينا اضحكه، لان كنبخسوا العمل ديال المؤسسات. ولا مثلا البرلمان وهذه الغرفه ديال التسجيل ما فيهاش ناس اللي قادره دير المراقبه ديال العمل ديال الحكومه، ما قادراش انها يعني دير التقييم والمتابعه ديال السياسات العموميه، ما قادراش تشرع لصالح هذا الشعب. واش حنا محتاجين نديروا دابا العقوبات البديله؟ هذه هي الاولويه، ولا خصنا نصلحوا قوانيننا ونصلحوا القوانين كلها، القانون يعني القانون الجنائي، واننا نتقادوا مع بعض المعاهدات والعهود اللي المغرب يعني وقع عليها، نقادوا مع التشريعات الوطنيه. خصنا نصفوا المراه المغربيه ونديروا قانون اسره اللي هو ديمقراطي فيه المساواه. هادشي اللي خصنا نعملوا. اللي خصنا هو ما تبقاش تصنع الاحزاب عند الطلب. الاحزاب كتجي نتيجه واحد الضروره مجتمعيه، الناس اللي هما كيناضلوا واحد ليديال، باغيين مغرب فيه ديمقراطيه، توزيع العادل الثروه، باغيين فيه مساواه، باغيين فيه الحريات، باغيين فيه كذا، كيمكن يتجمعوا ويمكن لهم ياسسوا حزب. كل دوله كدير القوانين، الا جمعتي 500 الناس ولا 5000 وتكون موجود في 5 الجهات ولا 6 ولا شي حاجه. اما باش دير حزب تحت مظله قداشنا هي، يطلعوا فيه الانتهازيين والوصوليين، ويطلعوا فيه حتى بعض الناس نزهاء ولا ما فاهمينش ولا ما بغاوش يفهموا. ولهذا حنا هادشي ما خصوش يكون، خاص احزاب مستقله، والا ما كاينش. انت اصلا ما كنتيش مستقل، اش تستقليه انت تخرج باستقالتك؟ هذا لن يغير شيء. مش هذا هو الاصلاح اللي خاص اصلاح جذري ديال قانون الاحزاب. الاحزاب تكون مستقله. ملي ولات السياسه لعبه كيتخبعوا فيها البعض باش يمكن لهم يراكموا ثروات واستغلال المؤسسات اللي هما فيها باش يمكن لهم يعني يوصلوا للغنى الفاحش، وكيحسب لهم بانه هذه دوله فيها السيبه. حنا مازالين في وقت الاقطاع، ما كاين لا قانون، ما كاين حتى حاجه. اليوم كنظن هاد الرؤوس اللي سقطت راه بدايه، راه ما يمكنش نوقفوا هنايا. حنايا راه خصنا نستمروا في محاربه الفساد باش الا بغينا نبنيو دوله الحق والقانون، باش غدا بغينا نلقاو مغرب يحترم على المستوى الدولي اللي غادي يقدر يحافظ على السياده ديالو. أصدقائي، وصلنا لنهاية الفيديو. خليوا لي الآراء ديالكم وخليوا لي التعاليق ديالكم على أشنو المعنى وشنو المغزى من هذا الحوار، وشنو تيتخطط وشنو تيدور، والشعب ناعس ما كاينش ملهي مع الكرة وملهي مع كل واحد تيقول دبر راسو تفوتني وتحط وهي غادية. أصدقائي، بلا ما نطول عليكم خليكم إلى فيديو لاحق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.